لازم نعرف ان في ناس بتنفذ اجندة ولها مصلحة في الكلام اللي هي بتقوله، وفي ان هي تشتت الداخل. العرب نفسهم قالوا احنا ما احناش هنساعد. العرب اللي بيساعدوا الغرب وبيدوا طيارات للغرب وبيدوا مليارات للغرب عشان الغرب مجرد ان هم يرضوا عنهم بس مش اكتر. لما جه الرئيس السيسي عايز يبني في غزة، ما لقناش حد يعني اتمطح كده واتبرع بمليارات واتبرع بدولارات. انا كنت فاكر ان بعد المؤتمر بتاع شرم الشيخ وبعد الجهد الكبير اللي مصر عملته، ان غزة دي تاني يوم لما نقول يا بناء هتبقى باريس. لكن العكس تماما. لا، الناس دي هدفها اسقاط البلد وتجر بلدنا لحرب زي ما حصل قبل كده في اليمن. ايه اللي كانت النتيجة؟ ضيعنا فلوس في حروب، وضيعنا الاقتصاد، وضيعنا جنود، أرواح، عساكر، أخواتنا. دفعنا دم كتير في حروب قبل كده، واتجرينا ورا حروب واستنزفنا اقتصادنا. احنا جيشنا صرفنا عليه وأسسناه وكلفناه، مش علشان يحارب بره الحدود وعلشان يطلع دم المصري غالي، ومصر بتتعامل بدبلوماسية وبحكمة، ومش بتتجر ورا مهاترات ملهاش أي لازمة. واللي عايز يشارك ويبني في غزة أهلا بيه، اتفضل ما تشارك وتبني وتحرر. هو انت لا انت عايز تبني ولا انت عايز تعمل اي حاجة. كل اللي انت عايزه انك تهدم في البلد وتهدم في الداخل. احنا شعب ظروفه صعبة اقتصاديا، لكن احنا جاهزين لأي حد. لو حد اتعدى على بلدنا نقطع